التركيبه مع روداش فين هذا؟ فين هذا معايا انا؟ راه غادي واحد البلاصه انت عمرك مشيتي لها في حياتك. تيقى فيا؟ تتيقي؟ ايوا غادي نشوف هاد العراضه ان شاء الله كيف غادي تدوز وسوبرا توتو هي دابا. ادم حافظ. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يوصلكم وانتم في اتم الصحه والعافيه. ومن هذا المنبر كيقول لكم خوتي جبنا لكم الفيديو على حساب الرويد، واخيرا تم الكشف على هويه اشرف الحكيمي. فاليوم غادي نتكلموا عليه شكون هو هاد الشخصيه هذه، وعلاش الام ديال الوداد بغات تتكتم على الموضوع. فبيني وبينكم بزاف ديال الناس غادي تصدموا ملي غادي يعرفوا هاد الشخصيه هذه، لان الاغلبيه كانت كتعتقد ان كتجمعهم فقط العلاقه ديال الاخوه، لانها خطفت القلب ديالو فتوجه للزواج. فمن يكون يا ترى هذه الشخصيه؟ خليوكم معنا خوتي خواتاتي، ما تزابي والو. فوداد خوتي خواتاتي تزوجت بآدم حفيظ المليونير المعروف، واليوم غادي نعطيو واحد النبذه على الحياه ديالو. فاول حاجه غادي نتكلموا على الاصول ديالو. آدم حفيظ تولد في مدينه الدار البيضاء من اب وام، حتى هما الاصول ديالهم من الدار البيضاء. توفات الام ديالو وخلاتو باقي صغير، وهما اصلا 8 ديال الخوت، البنات اولاد. فبقى تما كبر شويه الى سن 7 سنوات، ومن بعد قرا السنه الاولى ابتدائي في المدرسه، وموراها اضطروا الاخوات ديالو يتعاونوا ويطلعوه معاهم للطليان باش يكبر تماك ويكون عنده مستقبل. وفعلا كمل القرايه ديالو في الطليان، وكان الحلم ديالو انه يتزوج قبل سن الثلاثينات، وكان عنده حلم اخر انه يولي لاباس عليه. كانوا الاخوه ديالو خدامين شيفان في المطاعم، وكانت عندهم سمعه كبيره مزيانه تماك، فحاولوا يدخلوه معاهم في هذا المجال، وفعلا قرا الفندقه والسياحه. الا انه ما بغاش يكون تحت جناح الاخ ديالو، لانه كان كيحس براسو مقيد، فحاول يخدم غير بوحدو، وبقى كيجول العالم وتعلق وتشبت بزاف بسويسرا اللي فيها قرا عاوتاني وتعلم بزاف ديال الحوايج في الحياه ديالو. ربي فتح عليه من حيث لا يحتسب، وبقى كيعدل مشاريع كبيره، عدل شحال من مطاعم، لان الميولات ديالو اصلا في الاول ما نساوش انها كانت السياحه والفندقه، وكانوا خوتو شيفان. ومن موراها تعلق بعالم الخيول، وبدا كيبيع ويشري في الخيول ديال القفز على الحواجز، ودخل عالم التجاره برجل من ذهب. وتبارك الله فيما كان كيدير شي حاجه الا وكينجح فيها. اي مشروع اللهم بارك كان كيعطي الغله ديالو، الا ان ولا مليونير وباقي صغير في السن ديالو. فآدم حفيظ كون راسو بيدو، ما تولد لقى راسو عنده ورث، ما خوتو مليارديرين ولا مليونيرين وقفوا معاه، بالعكس هو مؤخرا الاخوه ديالو كيعاونوهم. وهو اللي كان انتشل وعاون اليوتيوبر الشهير بزاف كوبنهاغن، اللي معروف بزاف في العالم ديال اليوتيوب. فهو اللي كان حقق له الحلم ديالو انه يطلع للطليان، وقف معاه واحد الوقفه ديال الرجال، وكان مشى عنده حتى الحي الغفله اللي كان عايش فيها، واحد الحي اللي هو فقير جدا، وبقى كيعاون الناس تماك. تلاقى بزاف ديال المشاهير كيف حال سعد المجرد، والكبار ديال المغنيين، والكبار ديال رجال الاعمال. فهو جمع الثروه من العرق ديالو ومن الخدمه ديالو بالليل وبالنهار والكد حتى وصل. وفي الاخير تعلق باخت اشرف الحكيمي وداد، اللي ما بيناتهم جمعتهم بزاف ديال الفيديوهات، وكان كيبغيها، وجا الوقت اللي يخطفها وتعيش معاه ما تبقى من الحياه ديالها معاه. فهنيئا هنيئا والف مبروك. حتى لهنا كنكون وصلت اخر الفيديو، كنقول لكم شكرا على الاستماع، والسلام عليكم.